الله يرحم اللي ماتوا ويصبر اهاليهم ويشفي المصابين. كلنا معرضين ان احنا لا قدر الله يحصل لنا حاجه واحنا ماشيين فجاه، او ان احنا نقابل حد في طريقنا حصل له حاجه ونبقى عايزين نساعده ومش عارفين نساعده ازاي. انت لو شفت بني ادم واقع قدامك على الارض، سواء اغمى عليه او عمل حادثه وبدا ينزف، كل اللي انت ممكن تعمله ان انت ممكن تتصل بالاسعاف. بس انت هتبقى عايز توصل لاهله، عايز تبلغ حد من اللي يعرفهم، عايز تساعد باي طريقه. انت ممكن تساعده لو انت مسكت تليفونه. اول حاجه هتقابلك ان انت تدخل الباسورد. كلنا دلوقتي معانا تليفونات واكيد هنبقى عاملين لها باسورد، بس انت مش محتاج ده خالص. انت لو بصيت تحت زي ما هو باين قدامي هنا، هتلاقي حاجه اسمها الامرجنسي. لما تدوس عليها هتلاقي حاجه اسمها ميديكال اي دي او ميديكال انفورميشن او البصمه الطبيه ليك. الكلام ده موجود في اي تليفون، سواء الايفون او تليفون اندرويد زي ده. وده انت بتحط فيه معلومات عشان لو لا قدر الله حصل لك حاجه او حد لقى تليفونك، يقدر يتصل بالارقام اللي انت محددها، يقدر يعرف فصيله دمك ايه، يقدر يعرف وزنك كام، طولك كام، عشان يلحقك بسرعه لو انت محتاج لا قدر الله نقل دم او حاجه. مش محتاج ان حد يسحب عينه من دمك او يعرف فصيلته ايه، لا انت اوريدي عامل ده. فنسبه ان حد يلحقك هتكون بشكل اسرع واسهل عليهم من انهم يتعاملوا مع حد ما يعرفوش عنه حاجه. طيب لو انت مش عامل ده في تليفونك، او اهلك او حد من قرايبك او حد من اللي انت بتخاف عليهم مش عامل ده، انا اقول لك ازاي تعمله في تليفونك، سواء كان ايفون او اندرويد. انت لو معاك ايفون، كل اللي انت محتاجه ان انت تخش على ابلكيشن اسمه هيلث، والابلكيشن ده فيه حاجه اسمها ميديكال اي دي. هتخش عليها، هتكريت ميديكال اي دي وتحط كل بياناتك، سواء تاريخ ميلادك، تقرير قصير عن حالتك الطبيه لو انت بتشتكي من اي حاجه، عندك مثلا ضغط دم مرتفع، بتعاني من السكر، بتعاني من اي مرض من الامراض، بتعاني من حساسيه من اي ادويه، كل ده ممكن تكتبه. وطبعا اهم حاجه ان انت تادت emergency contact، او ايه الناس اللي انا محتاجكم تتصلوا بيهم لو انا حصل لي حاجه لا قدر الله. ممكن يبقى الدكتور اللي بيتابع معايا، ممكن يبقى حد من قرايبي هيعرف يتصرف كويس في موقف زي ده. واهم حاجه ما تنسوش ان انتوا لو معاكم ايفون انكم تفعلوا اختيار اسمه شو وين لوج، يعني الميديكال اي دي بتاعي يبان لو التليفون مقفول مجرد ما اخش على الامرجنسي. نفس الموضوع لو انت عايز تظبط بياناتك على اي تليفون اندرويد زي اللي معانا ده، كل اللي انت محتاج تعمله ان انت لو قافل التليفون وفتحت عشان تدخل الباسورد، هتدوس على الامرجنسي. بعد كده هتلاقي اختيار اسمه emergency information. لو انت دوست عليه وانت لسه مش عامله، هتلاقيه زي ما هو ظاهر كده كاتب لك اد. بعد كده كل المطلوب منك ان انت تدخل كل بياناتك الحقيقيه وتدوس على emergency contact، او ايه الناس اللي المفروض اتصل بيهم في حاله لو حصل لي حاجه. تاني حاجه، لو انت معاك ايفون لو حصل لك حاجه لا قدر الله، فانت لو لسه فيك شويه وعي او لسه فيك شويه ادراك، انت ممكن تلحق نفسك بسرعه بانك تفضل دايس على الباور مع التو فوليوم اللي موجودين في التليفون، فالتليفون اوتوماتيك وهيتصل بالرقم اللي انت محدده في الحالات اللي زي دي. تاني حاجه، لو انت معاك ساعه زي دي، كل اللي انت محتاج تعمله ان انت تفضل دايس على زرار زي ده، هيحصل نفس الموضوع. لو انت استفدت من الفيديو ده، ارجوك اعمل له شير. احنا ممكن نساعد باننا ننقذ حد من الموت لو كلنا عرفنا المعلومات دي. ما تبخلوش بيها على بعض وما تخليهاش تقف عندك. ربنا يحفظنا ويسلمنا من كل شر. سلام.